السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ صحة رمضانكم وصحة فطوركم مسبقا. على كل حال جبنا لكم فيديو كلام بيب غوارديولا على رياض محرز وجاك جريليتش وتانيك مدافع القادم تاع مانشستر سيتي، والصحافه واش راهي تهضر على رياض محرز سورتو كي حطم الرقم تاع ديدي دروغبا. اصبح رياض محرز كما نقولوا افضل ممرر افريقي عبر التاريخ، يعني هو اللي راه حطم الرقم تاع دروغبا. دوك نخليكم كما نقولوا واش قالوا الصحافه في الموضوع هذا تاع وليدنا رياض محرز. ما نساوش اليوم على 11 بتوقيت الجزائر دوري ابطال افريقيا، ال 11 بتوقيت الجزائر و 12 الليل بتوقيت اوروبا. عندنا واسمهم عندنا جياسكا، ان شاء الله نحط لكم الروابط ان شاء الله في المنتدى اذا لقيتهم، نحاول المستحيل باش نديرهم. عندنا جياسكا وعندنا الوداد اليوم على 11 بتوقيت الجزائر، وعندنا تانيك واسمهم الترجي مع شباب الوزداد تانيك على 11 بتوقيت الجزائر. بون خاوتي ندخلوا في المواضيع تاعنا الله يبارك. نبداو بالموضوع تاع رياض محرز حطم الرقم القياسي تاع ديدي دروغبا. راكم تشوفوا جول هذه واش راهي تقول، ترجموها على كل حال. نجم مانشستر سيتي رياض محرز يتفوق على ديدي دروغبا ليصبح لاعبا افريقيا باكبر عدد تمريرات في الدوري الانجليزي على الاطلاق، يعني في التاريخ تاع الدوري الانجليزي الممتاز احسن ممرر هو رياض محرز حطم الرقم القياسي تاع دروغبا. قال لك حطم رياض محرز الرقم القياسي الذي سجله ديدي دروغبا ليصبح اللاعب الافريقي صاحب الاكبر عدد من التمريرات الحاسمه في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. الله يبارك. قال لك اصبح محرز افضل مزود مساعده افريقي في الاطلاق قدم 56 تمريره حاسمه في الدوري في وقته في انجلترا. صنع هدف دي بروين ضد ليفربول اليوم. ماذا حدث؟ من خلال تقديم تمريره حاسمه لكيفن دي بروين في مرمى ليفربول تفوق محرز على ديدي دروغبا ليصبح اللاعب الافريقي الذي حصل على اكبر عدد من التمريرات الحاسمه في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 56 تمريره حاسمه، وكانت هذه التمريره الحاسمه الخامسه له في الدوري هذا الموسم. يعني رياض محرز دخل تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز من ناحيه الافارقه، احسن ممرر افريقي في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. وهذا رقم يا خوتي الله يبارك، يعني الطفيل هدايا راهو في المستوى العالي وما شاء الله عليه، نقولوا ما شاء الله وربي يحفظهم العين. نجو لوسمها لهذه الصفحه هذه. هذه الصفحه ثاني تحكي نفس الموضوع، تحكي لك باللي بيب غوارديولا تقول لك باللي بيب غوارديولا ورياض محرز حطموا رقمين على بيب غوارديولا كما راكم تشوفوا لهنايا. يقول لك باللي حطم واسمه تاع الرقم تاع ارسن فينجر بالفوز كما نقولوا ب 100 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز. ما يهمنيش بيب غوارديولا. نجو لوليدنا رياض محرز كما راكم تشوفوا لهنايا واش يقول لك. اما رياض محرز فلم يدخل في ورقه التسجيل، ومع ذلك صنع الجزائري هدف دي بروين الحاسم مباشره بعد نهايه الشوط الاول، وبالتالي تفوق على ديدي دروغبا باعتباره اللاعب الافريقي صاحب اكبر عدد من التمريرات الحاسمه في الدوري الممتاز. 56 تمريره حاسمه مقابل 55 كما نقولوا لدروغبا. واش يقول لك لهنا كما راكم تشوفوا في التويتر هذه تاع سكابا هذه تقول لك 264 ابريونس، 82 جول سجلهم و56 تمريره حاسمه سجلها رياض محرز. الله يبارك رياض محرز والارقام القياسيه. بون نجو للتصريحات يا خوتي، نبداكم بالتصريحات تاع بيب غوارديولا. على كل حال هذه مانشستر ايفنينغ، هذه غوارديولا هنا يتكلم. مانشستر ايفنينغ واش تقول لك؟ وراهي وي واش تقول لك؟ تقول لك يقول بيب غوارديولا يتكلم هذا الموسم هو حق، يعني جاك جريليتش هذا الموسم هو حق الذي اعتقدنا انه يمكن ان يساعدنا. 2-0 واحد لا اتذكر، يعني كان 1 ضد 1 لا اتذكر، لكنه ساعدنا في تلك اللحظه. لقد كان انتقاليا كما نقولوا. هاي ليك التصويره اللي هنايا تاع جاك جريليتش كيفاش مهاجم هو
مدافع، هو اللي كان الاولاني، هو اللي كان الاولاني، يعني كان في الدفاع، هو رجع كان في الهجوم، رجع هو في الدفاع كانه المدافع رقم واحد، باش تشوفوا باللي المهاجمين لازم يديروا كما اللي دارنا بونجاح لا شفاو مع المنتخب الوطني، سوا يا خوتي، هو اللي نقضنا. راكم شايفين المهاجمين كاع لازم يعاونوا في الدفاع. يقول لك باللي نقضنا كما نقولوا هايلي، قال لك كل ركله حره وركنيه انها فرصه لصلاح، هذيك اللي هرب بها صلاح. خسرنا في الانفيد من هذا العمل، في الانفيد قال لك خسرنا من هذا بهذه الطريقه هذه. تحدثنا عن ذلك وساعدنا جاك، لكن مع الكرة كانت المسؤولية سواء كان هو رياض محرز قدم أداء هجومي هايل وقدم أداء دفاعي من أروع ما يكون. واسمعوا بيب غوارديولا وش يقول على رياض محرز، قال لك سواء كان هو ورياض استثنائيا، رياض محرز وجاك جريليش بيب غوارديولا راه يقول لك كانوا استثنائيين في زوج، يعني سقساو على جاك جريليش وواجب رياض محرز. وش قال لك؟ اعتقد انه لا يمكنني تسميه واحد افضل من الاخر. قال لك ما نقدرش نقول شكون اللي خير من هدايا، فقد كانت جماعيه استثنائيه، يعني كانوا استثنائيين جماعيا، كانوا استثنائيين، وهنا يقصد كتار رياض محرز وجاك جريليش. بون نجو المدافع السابق جوليون ليسكوت هدايا اللي كان تاع مانشستر سيتي كما راكم تشوفوا لهنا. قال لك انه ضخم، كان هناك الكثير من الركوب في هذه اللعبه لاسباب واضحه، كلا الفريقين لاسباب مختلفه، ولكن فيما يتعلق بالطريقه التي ذهب بها مانشستر سيتي بمجرد ان اعترفوا استمروا في الضغط واللعب والتحقيق، ومن الواضح انهم فازوا لانهم كانوا افضل في ما طلب منهم فعله. لقد كان من السذاجة بعض الشيء بالنسبة لي من وجهة نظري الشخصية كيف طلب كلوب من ليفربول اللعب، لأنهم عزلوا المدافعين الذين ليسوا مرتاحين بالنسبة لي مثل الآخرين، وبمجرد أن محرز وجاك جريليش حصل على الكرة وتسببوا في العديد من المشاكل وسجل 4 أهداف. هنايا المدافع تاع مانشستر سيتي يقول لكم باللي جاك جريليتش ورياض محرز وين يحكموا الكره، وصح قلتها لكم في الفيديو. سبحان الله، شوف بيب غوارديولا قال لك فيه زوج كانوا استثنائيين، وانا يعني حقيقه قلت لكم باللي جاك جريليتش كان استثنائي اليوم هو ورياض محرز، يعني وين يحكموا الكره كانوا فيه زوج الاجنحه خدمتها اليوم، وراكم تشوفوا هذا كما نقولوا باعتراف. هنا يقول لك تقييمات اللاعبين بدوام كامل، ما يهمنيش كاع. نجو لرياض محرز، قال لك حركه رائعه وركض نحو هدف الذي جاء بعد الشوط الاول الذي لم يستغل فيه مساحه لاقصى درجه، ادار العرض على واسمه. هنا رياض محرز وش يقول لك؟ يقول لك ركض في القضاء في الفضاء، يعني هذيك اللي تيروها له هذيك، ركض كانت عنده سرعه رياض محرز الله يبارك في الفضاء. وكانت التمريره الاولى لهدف كما يقولوا دي برون، كانت التمريره الاولى لهدف دي برون جيده للغايه. من المحتمل ان يشعر بانه كان يجب ان يكون على ورقه التسجيل بنفسه. قال لك يعني وهذا هو ما حسدوش يعني، وكانت صعيبه يعني هذيك لازم يعطيها لكيفين دي برون بكل صراحه. قال لك كانت كما نقولوا من المفروض يكون اناني ويحاول يسجل وحده، قال لك ولكن اعطى الكيفين دي برون تمريره رائعه. وين راني ان شاء الله نكون كملتهم. بون هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي. ما نساوش العشيه عندنا واسمهم مباريات، ونتمنى ما كاين واحد التعليقات يقول لك ما دار والو رياض محرز ما سجلش، علاه انت لازم يسجل رياض محرز كي يقدم لك هذا. انا كي نشوف رياض محرز يرجع البالون للور تمنهبل، ونكره حياتي ونكره رياض محرز، نكره كره القدم، نكره كلش كي نشوف رياض محرز يكبر. بصح اليوم سمحوا لي ما كتبش، ما حاولش بزاف على كل حال باش يسجل، ولكن رياض محرز قدم اداء رائع جدا، وكان وراء 3 اهداف ومن تمريره حاسمه. يعني رياض محرز اليوم كان حاسم، مادام بيب غوارديولا راهو يحكي لك عليه والمدافع هذاك يحكي لك عليه بهذه الطريقه. رياض محرز شكل خطوره كبيره على ليفربول، كان يدخل يراوغ بالثلاثه بالربعه، وهذا هو رياض محرز اللي نحبه. ما نحبش رياض محرز اللي يرجع بالون لور، نحب رياض محرز اللي يكون عنده الكوراج باش توش مجموعه تاع الدفاع يدخل
كان واحد ضد واحد يشوفوا يدور يلقى كيف يدبرون منه يعطيها له. يعني رياض محرز قدم الاداء تاعو اليوم، ونتمناو في المستقبل يحاول يتيري، لازم يبني على اللعب تاعو، يحاول يتيري من المرمى. شفنا جاكريليتش او تكلم جاكريليتش، ما جبت لكمش الصريحه تاعو، قال لهم حاولت نتيري وحاولت تحاول ويجيب لها هدف. باش تسجل الاهداف لازم تحاول تيري على المرمى، لازم تحاول تسجل. كي تحاول تمد تمريره حاسمه، تمد واحده زوج ثلاثه تجي تمريره حاسمه. والاهداف نفس الشيء، كي تحاول تسجل اهداف تحاول خطره وزوج وثلاثه تجيب الهدف تاعك. رياض محرز في الشوط الاول شفناه باللي حاول خطره هذيك اللي فاصا فاس، ومن بعد ما زادش حاول، كان يحوس غير على التمريرات. ما يهمنيش انا رياض محرز اسكي يسجل، ماشي لازم يسجل. رياض محرز يقدر يخرج راجل المباراه بلا ما يسجل كي يقدم لك اداء رائع. واليوم يعني رياض محرز ساعد مانشستر سيتي في الفوز على ليفربول، سورتو كان 1-1 هو اللي قلب النتيجه. في الاول الهدف الاولاني هو اللي جاب الهدف الاولاني، الخدمه تاعو اللي دخل وسط الميدان. والهدف الثاني تمريره حاسمه في بدايه الشوط الاول كسر ليفربول، تمريره حاسمه وما حسدش، كان قادر يحسد ويتيريها يشدوها، ما حسدش من التمريره حاسمه اللي ماركت مانشستر سيتي. وزيد الهدف الثالث هو اللي توغل، لما هضروا صحافه عليها، هو اللي توغل دخل بين لي ديفونسور ومدها لوسمو لجوندوغان الفاريس، واقيل الفاريس سيراها خبطت وجوندوغان سجلها. يعني رياض محرز كان له دور كبير في تسجيل الاهداف. ما نبداوش نقصوا موليدنا كي ما يقدمش مليح نهار نقول خاوتي ونخرج نقول لهم ما عجبنيش كاع علاش يرجع لله، ولكن كي قدم اداء خاوتي صراحه قدم اداء. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطوش عليكم، والروابط تلقاوهم في الوصف ان شاء الله في الفيديو هذا. ما نطوش عليكم خاوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.